بيبدأ فيلمنا مع طفل اسمه جيمي كان قاعد بيتفرج على التلفزيون مع اخواته وقرايبه في هدوء، وفجأة سرينة انذار مرعبة ضربت في المكان كله. عمته جريت قفلت البوابة وطلبت من الاطفال محدش يتحرك من مكانه، بس صوت الفوضى والصريخ اللي بره كان كفيل يرعب اي حد. جيمي قلق على ابوه فراح يفتح الباب وينادي عليه، بس في اللحظة دي الباب بدأ يتنفض وكأن فيه وحوش بتكسره واقتحم المكان عليهم كائنات مرعبة. المصابين في ثواني هجموا على البنات وقطعوهم، ومن حسن حظ جيمي انه كان مستخبي ورا الباب فما خدوش بالهم منه. وجري جيمي وهو بيحاول يهرب من البيت وشاف مشهد ما يتنسيش، امه بتتاكل في الاوضه اللي جنبه، وكل قرايبه اللي كان بيلعب معاهم من شويه بقوا بيتحولوا لوحوش غضبانه واحد ورا التاني. وبأعجوبه قدر يخرج من البيت ولقى الشوارع عباره عن سلخانه. جري على الكنيسه عشان يستنجد بابوه، وهناك لقاه في حاله غريبه. ما كانش خايف، بالعكس كان شايف ان اللي بيحصل ده مش وباء، ده يوم القيامه، وان المصابين دول هم المختارين. وبكل برود ادى لجيمي صليب ذهب وقال له خلي عندك ايمان يا ابني. في اللحظه دي الزومبي كسروا شباك الكنيسه ودخلوا زي السيل. جيمي جري عشان ينقذ حياته بس ابوه فضل واقف مكانه. الوحوش اترمت عليه وبداوا ينهشوا في جسمه لحد ما تحول لواحد منهم قدام عينين ابنه. كل الدمار ده سببه فيروس الغضب اللي رجع يضرب بريطانيا من جديد وبقوه اكبر. اوروبا المره دي ما خدتش مخاطره، حصرت الفيروس وقطعت بريطانيا تماما عن بقيه الكوكب. الجزيره بقت سجن كبير ومقبره لكل اللي فيها. بعد 28 سنه من الكارثه بريطانيا بقت مجرد خرابه كبيره، ارض ضايعه ما بيحكمهاش غير قانون الغابه. الناجين اللي فضلوا عايشين اتجمعوا في مجتمع صغير ومعزول على جزيره صغيره، والجزيره دي منطقه امنه بيفصلها عن البر الرئيسي طريق مائي ما بيظهرش غير وقت الجزر. النهارده يوم مش عادي، الصغير سبايك هيتعلم ازاي يقتل اول مصاب في حياته. ابوه جيمي اللي كان طفل صغير كبر وبقى راجل خبير بالنجاه، كان بيحضر الفطار بس قطع شغله لما سمع صوت رزع في اوضه النوم. مراته إيسا وقعت من التعب وكانت مريضه جدا، فاقده للذاكره وتايهه معظم الوقت. واول ما عرفت ان سبايك خارج يتدرب اتجننت وبدات تصرخ، بس جيمي هداها بالعافيه وهي اصلا مش فاهمه ايه اللي بيحصل حواليها. وفي المطبخ سبايك قابل سام اللي اداله كوس جديد تماما عشان اول مهمه ليه. وهم خارجين من المدينه الناس كلها كانت بتهتف لسبايك وبتتمنى له الحظ السعيد. وعند البوابه جيني فكرته بالقاعده الذهبيه للمكان، اللي بيخرج مسموح ليه ان يرجع، بس اللي ما بيرجعش محدش هيدور عليه. مش مسموح بضياع ارواح تانية في عمليات انقاذ مستحيل. جيمي وسبايك عبروا الطريق المائي ووصلوا للبر الرئيسي. جيمي كان بيحكي لابنه قصص من الزمن القديم قبل الفيروس، وسبايك ما كانش مصدق ان في ناس كانت بتعيش بعيد عن البحر والجزيره. وفضلوا ماشيين بحذر وسط الغابات وودانهم مركزه مع كل حركه، لحد ما لقوا مصاب عجوز وبطيء بيزحف على الارض وفي عصفور واقف على ظهره. الوحش وقف ياكل شويه دود من الارض، وهنا سبايك جهز كوسه وضرب الوحش في رقبته ومات في ثانيه. الوضع بدا يتأزم. جيمي وسبايك ما لحقوش يفرحوا باول صيد لان في مصاب تاني ظهر من وراهم. جيمي صفاهم بسهم في ثانيه. الاصوات بدات تجذب وحوش اكتر للمكان. جيمي قتل واحد كمان بس سبايك طلب من ابوه يسيب الاخير يمشي وما يموتوش. سبايك كان جواه صراع غريب، مش قادر يستوعب فكره القتل كضروره للحياه. وهم ماشيين في الغابه وسط جمال الطبيعه اللي رجعت تسيطر على الارض، وصلوا لبيت مهجور صدمهم بمنظر غريب. مصاب مربوط من رجليه بالشقلوب وراسه متغطيه بشوال، وفي حروف محفوره بآلة حد على ظهره. جيمي فهم اللعبه فورا. في بشر اشرار اصطادوا الراجل ده وهو لسه سليم وعذبوه وسابوه طعم لحد ما تحول لزومبي وهو مربوط. جيمي اصر ان سبايك هو اللي ينهي حياته، بس الولد كان مرعوب وايديه بتترعش. فجاه الزومبي المربوط قدر يفك نفسه وهجم على سبايك. من خضته سحب القوس وضرب سهم جه في نص راس الوحش ووقعه قتيل. وكملوا طريقهم، بس المره دي لقوا جثه حيوان مأكول نصها. ولما سبايك رفع عينيه شاف الرعب الحقيقي، راس الحيوان وعموده الفقري متعلقين على شجره في ارتفاع عالي. هنا جيمي وشه اتخطف لان الحركه دي ما بيعملهاش غير زومبي متطور اسرع واذكى بكتير من الزومبي العادي، ودي كده علامه على وجود زومبي الفا. جيمي امر ابنه يتحرك باقصى سرعه ومن غير ولا همسه، بس اول ما وصلوا لمنطقه مفتوحه لقوا نفسهم قدام قطيع ومعاهم القائد بتاعهم الالفا. وهنا بدات مطارده مرعبه في الغابه، وبالرغم من ان الموت كان وراهم جيمي ما لقاش وقت احسن من ده يكمل فيه تدريب ابنه. كان بيصرخ فيه وهو بيجري ازاي يضرب الزومبي وهو بيتحرك، وازاي يركز دايما على القلب او الراس لو عاوز يعيش لثانيه زياده. وفعلا هم قدروا يرجعوا تاني للبيت المهجور وهم بيصطادوا اي زومبي بيقرب منهم وبيدوروا على اي جحر يستخبوا فيه. واخيرا لقوا فتحه علويه فطلعوا واتسحبوا لفوق وقفلوا الباب وراهم قبل ما حد يلمحهم. الساعات عدت وهم حابسين انفاسهم بيبصوا من الفتحات، بس الفا ما كانش ناوي يمشي، فضل محاصر المنطقه وكانه عارف ان سته جوه. جيمي قعد يتكلم مع ابنه بصوت واطي ويفهمه ان الفا ده ليفل تاني خالص، اضخم واذكى ومحتاج
محتاج رصاص او اسهم كتير عشان يقع، وللاسف ما كانش فاضل معاهم سهام. سبايك بدأ يلوم نفسه ويحس بالذنب انه ضيع سهام في طلقات فاشله وانه كان بيترعش، بس جيمي طبطب عليه واكد له انه بطل وانه عمل انجاز في اول يوم ليه في الجحيم ده. في نص الليل لمحوا من بعيد كشافات بتنور، جيمي قال له ان دي دوريات الحجر الصحي، وفي الناحيه التانيه شافوا نار قايده. سبايك استغرب وسأل عنها، بس جيمي هرب من السؤال وغير الموضوع بسرعه وكأن في سر ورا النار دي. سبايك غرق في النوم وجاله كابوس مرعب، شاف فيه امه إيسا وهي بتغرق في ميه والبيت بيتهد فوقيهم. صحي مفزوع على ايد ابوه وهو بيهزه، فوق يا سبايك البيت بيقع فعلا. السقف بدأ ينهار فوق دماغهم، فخرجوا يجروا بسرعه قبل ما يدفنوا احياء. طبعا صوت الانهيار ده كان جرس عشاء للزومبي. جيمي وسبايك بدأوا ماراثون الموت في اتجاه بيتهم، ووصلوا للطريق المائي ولقوا ان المد بدأ يعلى والميه غطت الطريق، بس لسه العمق يسمح بالعبور. وهم في نص الميه فجأة اسراب طيور طارت من فوقيهم بصوت مزعج، وظهر الفا على اول الطريق وبدأ يجري وراهم وسط الميه. المطاردة وصلت لذروتها، سبايك كان هيغرق وهو بيتزحلق في الميه من الرعب، بس جيمي شده وبدأوا يجروا بكل قوتهم لحد ما لمست رجليهم ارض الجزيرة. جيمي طلع صفارته وصرخ بأعلى صوته عشان ينبه الحراس عند البوابة. الحراس ولعوا الكشافات الضخمة وحددوا مكان الألفا اللي كان لسه بيعافر في المية، ونزلوا عليه بوابل من السهام. الوحش كان صلب جدا وقام تاني، فقرروا يضربوا سهم نار اخترق جسمه ووقعوا في مكانه. أخيرا وصلوا للبوابة، بس جيني وقفت لهم وقالت لهم محدش هيدخل غير لما نتأكد انكم سلام. بعد ثواني من التوتر فتحت لهم البوابات ودخلوا المنطقة الآمنة. بالليل القرية كلها عملت حفلة لسبايك احتفالا بأول قتلة ليه، وجيمي كان بيحكي البطولات بفخر. بس سبايك من جواه ما كانش مرتاح لفكرة ان الناس بتهيص وبتحتفل بالقتل. الناس شالوا سبايك على الكراسي وشربوه لحد ما حس انه خلاص مش قادر، فخرج يجري بره الحفلة عشان يرجع. وفي اللحظة دي شاف حاجة حطمته تمام، ابوه جيمي بيتسلل في الضلمة مع ست تانية في علاقة سرية. سبايك انهار داخليا ورجع البيت لقى سام قاعد بيحرس إيسا وهي نايمة. سبايك سأل سام عن النار اللي شافها بالليل. سام قال له ان غالبا ده مكان الدكتور كيلسون، بس ابوه بيرفض يتكلم عنه لسبب ما يعرفوش غيره. تاني يوم الصبح إيسا صحيت وهي بتصرخ من صداع رهيب وبتترجى سبايك يديها اي دواء، بس الولد ما كانش عارف يعمل ايه ومش معاه اي ادويه. لما جيمي رجع البيت سبايك ما كانش طايق يبص في وشه وخرج من الاوضه، بس بعد شويه استجمع شجاعته وسال ابوه بسخريه انت ليه مش بتخلي الدكتور كيلسون يجي يكشف على ماما؟ هنا ملامح جيمي اتغيرت وبدا يحكي لابنه السر اللي مخبيه من سنين. حكى له ان دكتور كيلسون اتجنن تماما من زمان، وقال له على الكارثه اللي حصلت اخر مره حاولوا يروحوا له فيها من 15 سنه. السر اللي خباه جيمي كان ابشع مما يتخيل سبايك. من 15 سنه جيمي ومجموعه من الكشافه لقوا الاف الجثث مرصوصه بنظام مرعب في خطوط حوالين نار ضخمه. الدكتور كيلسون كان واقف وسطهم بيسحب الجثث ويرميها في النار بكل برود، ولما شافهم شاور لهم بايده بابتسامه مرعبه. ومن يومهم هم بيعتبروه مجنون وهربوا منه. سبايك ما كانش مصدق وشايف ان امه إيسا بتموت ومحتاجه مساعده الدكتور ده مهما كان الثمن. المواجهه بين الاب وابنه زادت لما سبايك واجه ابوه بخيانته وجرحه في كرامته، فجيمي فقد اعصابه وضرب ابنه بالقلم. جيمي ندم في ثانيه، بس سبايك جري على فوق عند امه، ولما جيمي حاول يطلع له سبايك سحب سكينه وهدده ما تقربش مننا. جيمي سحب منه السكينه بسهوله بحكم خبرته، بس سابها له تاني وخرج وهو حاسس انه خسر ابنه للابد. سبايك قرر ياخد حقه وحق امه بدراعه، عمل خطه ذكيه ومجنونه، ولع النار في الزريبه وصرخ في الحراس والناس ان في كارثه ومحتاجين الكل يطفي الحريق. وبمجرد ما الكل انشغل بالنار سبايك سحب ام إيسا وخرجوا من البوابه وعبروا الطريق المائي للبر الرئيسي. إيسا اول ما استوعبت انها بره الجزيره جالها نوبه هلع وقعدت تصرخ وتنادي على جيمي وعلى ابوها، بس سبايك طمنها وحلف لها ان في دكتور هيشفيها. وفضلوا ماشيين يوم كامل لحد ما لقوا مبنى مهجور يناموا فيه. إيسا ما كانتش عارفه تنام من الملل، فصحت سبايك وقعدت تحكي له قصص عن العالم القديم قبل الفيروس، وقالت له جمله غريبه انت شبه بابا قوي يا سبايك. الموضوع بدا ياخد منحنى مرعب وغامض. إيسا في لحظه تهيؤات بدات تنادي ابنها سبايك ببابا، وده بيوريك قد ايه عقلها متدمر. سبايك حاول يسيطر على الموقف وطلب منها تنام وهو هيحرسها، بس من تعبه غلبه النوم هو كمان، ودي كانت هتكون نهايته. مصاب دخل المبنى وبدا يشمشف في رباط جزمه سبايك فاكرها دوده، وبعدين قرب من وشه وكان خلاص هياكله، بس فجاه حد شده لورا. سبايك صحي مفزوع وافتكر انه كان بيحلم، بس لقى جثه الزومبي جنبه سايحه في دمها. إيسا قالت ببراءه انها مش عارفه ايه اللي حصل، بس الحقيقه الست دي جواها قوه خفيه هي اللي مسكت الزومبي ورزعت راسه في تمثال حديد لحد ما فجرته. وده معناه ان إيسا مش مجرد مريضه، دي ممكن تكون عندها غريزه بقاء مرعبه او سر طبي مجهول. في ناحيه تانية خالص في مجموعه عساكر غالبا من بقايا قوات الحجر الصحي كانوا في نص مطحنه، قطيع من الزومبي بيطاردهم ورصاص
بدأ يخلص والمشهد كان سلخانة. العساكر المصابين بدأوا يتحولوا وزمايلهم اضطروا يقتلوهم وهم بيبكوا. مفيش غير 3 بس اللي قدروا يهربوا ووصلوا لنفق وقفلوا البوابة وراهم، وهم بيستكشفوا النفق فاكرين انهم هربوا طلع لهم الوحش ألفا من الضلمة زي الشبح، وهجم على واحد منهم فصل راسه بعموده الفقري بضربة واحدة، واستعمل الجمجمة بالعمود الفقري كأنها شومة أو سلاح يضرب بيه العسكري التاني ويوقعه. العسكري التالت شاف المنظر المرعب ده فضرب نار بهستيريا وطلع يجري بره النفق وهو بيصرخ من الرعب. الرحلة بقت أصعب بكتير. إيسا بدأت تغرق في أوهامها لدرجة إنها وقفت قدام تمثال قديم وقعدت تتكلم مع سبايك وكأنه أبوها اللي مات من زمان، وفجأة مناخيرها بدأت تنزف وريحة الدم في العالم ده عاملة زي المغناطيس. لفتت نظر زومبي كان قريب منهم. سبايك اتصرف بسرعة البرق وقتله بسهم، بس شوية من دم الزومبي طاروا وجم على جبهة إيسا. سبايك جري يمسح الدم برعب قبل ما يلمس عينيها أو بقها وتنتقل لها العدوى. الريحة لمت وحوش تانية وبدأت مطاردة هستيرية لحد ما وصلوا لبنزينة قديمة، وفعلا قدروا يدخلوا من الباب، بس المكان كان مليان أبخرة بنزين وغاز خانقة تخلي النفس بالعافية. الزومبي ما سابوهمش ودخلوا وراهم، وسبايك بقى يرمي أي حاجة تيجي تحت إيده عشان يعطلهم لحد ما اتحشروا في طريق سد والوحوش حصرتهم من كل ناحية. في اللحظة اللي الموت كان فيها خلاص على بعد سنتيمترات منهم اتفتحت فتحة في السقف وظهر عسكري اسمه ريك اللي كان ناجي من حادثة النفق. صرخ فيهم استخبوا، وبمجرد ما نزلوا للأرض فتح ريك النار من سلاحه الآلي. طبعا الرصاص مع أبخرة البنزين عمل مفعول القنبلة. انفجار ضخم هز المكان وحول الزومبي لكتل فحم بتمشي لثواني قبل ما تقع لجثث هامد. سبايك وأمه كانوا استخبوا صح وطلعوا بسلام من وسط النار، وأول ما لقوا الطريق خرجوا من المبنى بسرعة. إيسا بدأت ترجع من الريحة والصداع زاد عليها جدا، وإيريك قرب منهم وهو مبهدل وبيحاول يفهم هم مين، وسأل سبايك عن أي طريق أمان أو مكان فيه جيش. ولما لقى سبايك ساكت ومعندوش رد العسكري فقد أعصابه وبدأ يهلوس من الخوف. في النهاية إيريك قرر يرافقهم وعرض إنه يشيل إيسا عشان يتحركوا بسرعة. بعد كام ساعة تعب ووقفوا يرتاحوا وياكلوا شوية تفاح، وإيريك طلع موبايله وحاول يلقط إشارة بس البطارية كانت بتخلص. سبايك طبعا عمره ما شاف موبايل في حياته لأنه اتولد بعد الكارثة، فإيريك قعد يعلمه الجهاز ده بيشتغل إزاي وفرجه على صور حبيبته. سبايك لما شاف صورة البنت استغرب جدا، ولأنه ما يعرفش يعني إيه عمليات تجميل افتكر إن شكلها غريب أو مش طبيعي. في اللحظة دي الموبايل فصل وإيريك رماه بحسرة وكأنه بيرمي آخر صلة ليه بالعالم القديم، وقاموا كملوا طريقهم. بس إيسا تاهت منهم فجأة لما سمعت صوت غريب. مشيت ورا الصوت ده لحد ما وصلت لقطر قديم مهجور ومليان فيران، وجوه القطر ده شافت مشهد يصدم. زومبي حامل وبتتقل. في الأول الزومبي كانت مش طبيعية وبتحاول تهجم، بس إيسا بهدوءها المريب قدرت تطمنها وساعدتها في عملية الولادة. ولما سبايك وإيريك وصلوا إيسا أمرت سبايك يقطع الحبل السري ونضفت البيبي بالمية. وأول ما الزومبي بدأت تزمجر وتتحرك ناحيتهم إيريك ما خدش ثانية يفكر وصفى راسها بالرصاص. مش بس كده، ده كان عاوز يقتل الطفل كمان لأنه خايف يكون وحش. لكن سبايك وإيسا فحصوا الطفل وتأكدوا إنه بشر وسليم تماما. إيريك ما كانش مقتنع ورفع سلاحه عشان يخلص من الطفل، بس فجأة إيد مصاب اخترقت سقف القطر وشفطت إيريك لفوق في لمح البصر. الوحش نزل جوه القطر وطلعت الصدمة إن هو نفسه الألفا اللي كان بيطاردهم، بس المرة دي كان شايل راس إيريك في إيده. لما شاف الزومبي الميتة اللي غالبا كانت أنثى من قطيعه اتجنن وبدأ يصرخ صرخة هزت القطر كله، وبدأ يطارد سبايك وإيسا والطفل الرضيع وسط عربيات القطر. سبايك كان بيضرب أسهم يائسة على الألفا عشان بس يعطله لحد ما قدر هو وأمه والطفل يهربوا من القطر. الوحش كان خلاص هيوصل لهم، بس فجأة ظهر الدكتور كيلسون من وسط الضلمة وضرب الألفا بسهم مخدر وقعه في ثانية. كيلسون قدم نفسه وشكله كان غريب جدا، جسمه كان متغطي بصبغة اليود لأنه مؤمن إنها بتحميه من الفيروس. الدكتور كيلسون أخد راس إيريك معاه وكشف إن الألفا ده اسمه سامسون وإنه عايش معاه في المنطقة من 3 سنين بس يبقوا بعيد عن بعض. سبايك اترجى الدكتور إنه يساعد أمه، وكيلسون وافق وأخدهم لمكانه الخاص معبد العظام. المنظر كان مرعب، صومعة ضخمة بناها الدكتور من عظام آلاف البشر والمصابين، أعمدة من العظم وبرج من الجماجم، لأنه شايف إن الكل في النهاية واحد. كيلسون رمى راس إيريك في النار لحد ما اللحم اتمسح وبقى عظم، وبعدين غسل الجمجمة وطلب من سبايك هو اللي يحطها فوق برج الجماجم بنفسه. بعدها الدكتور فحص الطفل الرضيع واستنتج إن المشيمة هي اللي حمت البيبي من انتقال الفيروس من الأم للزومبي، لكن الصدمة الحقيقية كانت في تشخيص إيسا. الدكتور عمل لها فحوصات وأكد لسبايك إن أمه مش مريضة بالفيروس، دي عندها سرطان في مرحلة متأخرة ومفيش أمل في علاجها. سبايك انهار تماما وبدأ يصرخ، مش قادر يستوعب إن مفيش دواء في العالم يقدر يرجعها سليم. بس إيسا كانت هادية جدا وقالت له إنها كانت حاسة بالموضوع ده من زمان. في لحظة وداع تقطع القلب إيسا شاورت للدكتور كيلسون من ورا ظهر ابنها إنها موافقة على الموت الرحيم. كيلسون قعد يكلم سبايك عن فلسفة الحياة والموت، وقال له إن كل إنسان لازم
لازم هيجيله يوم ويموت، وهو محاط بالحب في الوقت الصح. إيسا حطت الطفل الرضيع في حضن سبايك وودعته بنظرة أخيرة، وبعدين مشيت ورا الدكتور لقلب الغابة، وهناك كيلسون أنهى معاناتها للأبد. اللحظات الأخيرة في الرحلة كانت مزيج من الوجع والبطولة. سبايك قعد يسترجع كل ذكرى حلوة مع أمه إيسا لحد ما رجع الدكتور كيلسون وهو شايل جمجمة أمه بعد ما نضفها تماما. سبايك سلم البيبي للدكتور وتسلق برج العظام لحد القمة، وحط جمجمة أمه في أعلى نقطة في البرج مع شروق الشمس، كأنه بيخليها دايما بص على العالم من فوق. الهدوء ده ما دامش كتير، لأن الألفا سامسون فاق وظهر في المكان وهو بيجري بهياج. كيلسون بسرعة زق سبايك والطفل جوه حفرة سرية هو بنيها للحماية، وقفل عليهم الغطا. سامسون حاول يفتح الغطا بكل قوته وهو بيزمجر برعب، بس ما قدرش واستسلم ومشي، أو ده اللي هم افتكروه. فجأة سامسون رجع تاني واقتحم المكان بذكاء، كسر الخشب ومسك الدكتور كيلسون وبدأ يرج فيه ويخنقه بغل. سبايك ما لقاش قدامه غير حقنة مخدر من أدوات الدكتور، وبشجاعة حقنها في دراع الألفا. الجرعة كانت كفيلة إنها تنيمه في مكانه فورا وتنقذ حياة الدكتور. وبعد ما كل حاجة هديت، سبايك قرر يرجع للجزيرة بس بطريقته الخاصة. وصل عند البوابة وهو شايل الطفلة في سلة وسماها على اسم أمه إيسا، وسابها ومعاها رسالة ومشي قبل ما حد يشوفه. جيني لقت البنت والرسالة وأخدتها لجيمي اللي قرأ كلام ابنه بدموع وندم. سبايك قال له إنه مش هيرجع ومحدش يدور عليه، ووضح له إن الدكتور كيلسون مش مجنون زي ما كانوا فاكرين، وإن الطفلة دي نظيفة وسليمة تماما وهي الأمل الجديد للجزيرة. جيمي الأب انهار تماما أول ما قرأ الرسالة، وطلع يجري زي المجنون بره المدينة وهو بيصرخ باسم ابنه، بس المد كان عالي جدا والمية حصرت الجزيرة ومنعته إنه يلحق سبايك اللي اختفى وسط الضباب. بعد 28 يوم بنشوف سبايك وهو بيتحول لنسخة مصغرة من ناجي أسطوري، بقى يتجول في البر الرئيسي لوحده، بيصطاد أكله بمهارة، وأي زومبي بيفكر يقرب منه بياخد سهم في نص راسه من غير ما سبايك يرمش له جفن. وفي يوم وهو بيجري من قطيع لقى نفسه محشور قدام سور صخري عملاق، وقدر يصفي آخر زومبي كان بيطرد. فجأة سمع صوت حد بيصفر بإعجاب وراه. سبايك لف بسرعة وهو رافع قوسه واتصدم باللي شافه. راجل عجوز ملامحه قاسية بس عينيه فيها خبرة سنين، ولابس في رقبته صليب دهب قديم. وبيطلع ده هو جيمي بطل بداية القصة اللي شاف أبوه بيتاكل في الكنيسة. جيمي العجوز كان منبهر بمهارة سبايك، وكشف له إنه مش لوحده، ده عنده فريق قناصين ومحترفين. الزومبي بدأوا يهجموا عليهم من كل ناحية. جيمي وفريقه وسبايك نطوا من فوق السور ودخلوا في حفلة دم. المشهد كان مرعب، كانوا بيقتلوا الزومبي وهم بيضحكوا وبيستمتعوا بكل طلقة وكل طعنة، وكأن القتل بقى هوايتهم الوحيدة في العالم الخربان ده. وبعد ما صفوا المنطقة تماما، جيمي العجوز خبط على كتف سبايك وقال له بابتسامة مرعبة: احنا لازم نكون صحاب، الغابة دي محتاجة وحوش زينا. وبنعرف اننا جوه وقر عصابة مراهقين اسمهم الجيمس، ودول مش مجرد شلة، دول جماعة ماشيين زي العميان ورا زعيمهم جيمي كريستال. العصابة دي حصرت طفل صغير وضعيف اسمه سبايك، وبدأ يمارسوا عليه أقذر أنواع التنمر، شتيمة وإهانة وضحك واستهزاء، لحد ما فجأة طلع صوت قوي ومرعب سكت الكل، صوت الزعيم الكبير جيمي كريستال. جيمي قال لهم بلهجة صارمة إن اللي هيحصل ده مش لعب عيال، ده قتال حتى الموت، ومفيش فيه مكان للرحمة ولا الشفقة. والموضوع قلب طقوس شيطانية. جيمي بدأ يصلي لوالده اللي بيسميه سيد الظلام، وبيطلب منه يقرر إذا كان الولد الصغير ده يستحق يثبت قيمته ولا لا. كل المجموعة وترقصهم باحترام وتقديس لسيد الظلام، وهم مؤمنين إن جيمي هو ابن الشيطان فعلا. وتحت التهديد، سبايك الغلبان لقى نفسه مجبر يواجه واحد من الجيمس، وطبعا التاني كان أضخم وأقوى منه بمراحل، ونزل فيه ضرب مبرح لحد ما دمره، وهو بيضحك باستهزاء وبيقول له دي كانت مجرد لعبة يا حبيبي، ولسه بيلف ظهره عشان يمشي. هنا سبايك الصغير استغل لحظة الغفلة دي وطلع سكينة وغرزها بكل غل في رجل الشاب الضخم. واحدة من البنات حاولت تتدخل تلحق الولد اللي بينزف، بس الباقي منعوها وقالوا لها القواعد واضحة، محدش يتدخل. وفي أغرب تويست ممكن تتخيله، سبايك الضعيف هو اللي كسب المعركة. السكينة بالصدفة قطعت شريان رئيسي في رجل المهاجم، والكل وقف مذهول وهو بيشوف جيمي القوي بيتصفى دمه وبيموت قدام عينيهم في لحظة. سبايك وقف مكانه مصدوم، مش مستوعب ان لسه قاتل روح. الولد كان بيترعش، ولما سألوه عن اسمه قال لهم ان اسمه سبايك، بس زعيم العصابة رد عليه ببرود: الاسم ده ما يبقاش ملكك خلاص، من النهاردة اسمك جيمي. وعشان يثبت له انه بقى جزء من العيلة، قلع الباروكة من على راس الولد اللي مات، وعلى طول سابوا المكان والولد ماشي وسطهم زي المغيب. وفي نفس الوقت بنروح لمكان تاني خالص وسط غابة مظلمة وهادية، وبنشوف راجل ماشي بيجمع فاكهة، وفجأة بتظهر له مجموعة من المصابين وبدأوا يطردوه زي الوحوش. الألفا بتاعتهم وهو أقواهم وأضخمهم قدر يوصل للراجل وبمنتهى الغل قتله، وقعدوا يحتفلوا بجثته وكأنهم حققوا نصر عظيم. وهنا بنتعرف على الدكتور إيان كيلسون اللي بنشوفه وهو شايل جثة ست حامل كانت مصابة وبيخرجها بره المكان عشان يدفنها بعيد
بعيد. في اللحظة دي سامسون الوحش اللي كان بيصطاد في الغابة كان لسه بيخلص على ضحيته، وسمع صوت الدكتور إيان وهو بيدندن أغنية حزينة بصوت واطي وهو شايل الجثة. سامسون الفضول خده وبدأ يراقب الدكتور من بعيد بحذر. الدكتور حس إن في حد وراه واستعد للهجوم، بس المفاجأة إنه مهربش. الدكتور استخدم جهاز خاص وحقن الوحش بجرعة مورفين قوية سابته مشلول ومغلوب على أمره في لحظة. الدكتور إيان بدأ يتعامل مع الوحش سامسون وكأنه بني آدم، وقعد يشرح له إنه سماه بالاسم ده عشان ضخامته وقوته الجبارة وشعره. الدكتور قال له بلهجة غريبة: أنت مديون لي يا سامسون، عشان المادة اللي حقنتك بيها دي خلتك تحس بإحساس حلو. وبعدين ضحك وقال له: بهزر معاك، أنت مش مديون لي بحاجة. الدكتور رجع بيته ودخل البدروم بتاعه، ولع شموع وشغل مزيكا وبدأ يرقص لوحده رقصة بطيئة وكئيبة، وقعد يتفرج على صور قديمة لعيلته وهو غرقان في الوحدة والذكريات وكأنه بيحاول يهرب من العالم الميت اللي بره ده. تاني يوم الدكتور رجع الغابة تاني وهو مستني سامسون، جهز سلاحه بجرعة المورفين. وأول ما الوحش ظهر الدكتور قال له بذكاء: أنا معايا اللي أنت عاوزه، الحاجة اللي بتهديك وبتريحك، بس خلي بالك لو قتلتني وفصلت راسي عن جسمي مش هتاخد الجرعة دي أبدا. سامسون المرة دي قرب منه بهدوء غير متوقع وما كانش شكله مرعب زي الأول، وكأنه بدأ يفهم اللعبة. الدكتور ضربه بالحقنة المهدئة وقعد يتكلم معاه بضعف ورجاء: يا ترى أنت فاهم أي حاجة من اللي بقولها؟ طب عارف إني مش عدوك ومش عاوز أذيك؟ وبعدين سكت شوية وقال له: أنا نفسي بس أسمع منك كلمة واحدة بس. الدكتور إيان عنده نظرية مجنونة، هو مصدق إن الفيروس ده مجرد غمامة غطت على عقل الشخص بس ما مسحتش هويته، وإن سامسون لسه جواه بقايا إنسان محتاج بس شوية راحة وسلام من الصراع اللي جواه. الدكتور قال له بصوت حنين: مفيش عيب إنك تطلب السلام أو تاخد لحظة ترتاح فيها من كل ده. وعشان يثبت لسامسون إنه واثق فيه لأبعد الحدود، الدكتور عمل أغرب حاجة ممكن تتخيلها: حقن نفسه هو كمان بالمهدئ ونام جنب الوحش. نام وهو مش عارف هيصحى يلاقي نفسه جثة ولا لا، ولما فتح عينيه بعد ساعات كانت الصدمة هو لسه عايش. سامسون ما لمسوش بس كان اختفى من المكان. الدكتور رجع بيته وهو طاير من الفرحة ودخل المعمل يجهز جرعات تانية، وفجأة سامسون ظهر له عند البيت بس ما جاش وإيده فاضية، كان شايل رؤوس غزلان وجايبها كهدية أو قربان للدكتور. ومن هنا بدأت أغرب صداقة ممكن تتخيلها. سامسون بقى بيزوره بانتظام عشان ياخد الجرعة، وبقوا يقعدوا مع بعض ويسمعوا مزيكا ويرقصوا، وحتى لما الدنيا شتت وقفوا تحت المطر، وسامسون كان بيبص للمطر وهو مبهور كأنه طفل بيشوفه لأول مرة. بس بعيد عن الرومانسية السودة دي بنشوف جانب تاني مرعب: شجرة غريبة متغطية بجماجم بشرية كأنها نصب تذكاري للشيطان. وفي وسط الغابة بنشوف 3 أشخاص بيحاولوا يجمعوا فاكهة عشان يعيشوا، وقرروا ينفصلوا عشان يخلصوا بسرعة. هنا لمحوا واحد من المصابين واستخبوا، بس الراجل الكبير اللي فيهم واسمه يونو قال لاصحابه بقلب ميت: لو حد شافنا انا هصرخ واشتتهم عشان انتوا تلحقوا تهربوا. المأساة كملت، يونو ضحى بنفسه عشان اصحابه يهربوا، والوحوش المصابين خلصوا عليه في ثانية. ولما الناجين رجعوا البيت بلغوا جورج بالخبر الحزين، بس جورج رد عليهم بصدمة اكبر: احنا كمان عندنا اخبار ان جالنا ضيوف. الضيوف طلعوا عصابة الجيمس، قعدوا ياكلوا في البيت بتفاصيل كأنهم ما اكلوش من سنين، واهل البيت واقفين مرعوبين مش عارفين ينطقوا. البنت صاحبة البيت سألتهم: هتمشوا امتى؟ جيمي كريستال ابن الشيطان رد ببرود مرعب: انتوا استقبلتونا احسن استقبال واكلتونا وشبعتونا، وعشان كده احنا مش ماشيين، احنا هنقعد هنا وهنقتلكم كلكم. البنت اول ما سمعت كده جريت وهي بتصرخ، وبان عليها انها حامل والوضع بقى مأساوي لأبعد الحدود. جيمي كريستال مرضيش يضيع وقت، بعت واحدة من اتباعه اسمها جيمي انج عشان تستكشف المنطقة وتدور على بيوت تانية يسيطروا عليها. في الجنب التاني الهادي من القصة الدكتور إيان وسامسون لسه عايشين في عالمهم الخاص. سامسون بدأ يتغير، بدأ يحس بالحياة وبالعالم اللي حواليه، وكأن الإنسان اللي جواه بيحاول يكسر قشرة الوحش ويخرج، لكن يا فرحة ما تم. جيمي إنك وهي بتستكشف لمحتهم من بعيد، شافت الدكتور وهو قاعد مع الوحش في مشهد أخوي غريب. الوضع الناحية التانية قلب لقداش شيطاني حقيقي. جيمي كريستال قعد يحكي قصته بلهجة وعظ مرعبة، وقال إن أولد نيك الشيطان شاف إن البشرية فشلت وخربت وما عادش ليها رجاء، فقرر يطلق الشياطين المصابين في الأرض، وربنا ما عملش حاجة لأنه مختفي وغير مرئي حسب كلامه المسموع. وكمل جيمي وهو بيغسل دماغ اللي قاعدين: أولد نيك اختار ابنه المفضل اللي هو أنا، وقال إنك هتكون دراع اليمين وليك 7 صوابع، كل صباع عبارة عن مخلب يمسك التاج بتاعي. وبمنتهى الجنون أعلن إن ال7 صوابع دول هم الجيمس اللي معاه. والصدمة الأكبر لما قال بابتسامة خبيثة: إحنا بنلف العالم نجمع أرواح لأبونا، والنهاردة هنعمل معاكم عمل خير، والعمل الخير بتاعنا هو إننا هناخد أرواحكم. وفي لحظة انقضوا على أهل البيت زي الديابة، تقطيع وقتل من غير ذرة رحم. الولد الصغير سبايك اللي بقى اسمه جيمي ما قدرش يستحمل بشاعة المنظر، بطنه قلبت وجري على الطرقة، قعد يرجع وهو بيترعش من الرعب. وفي عز الضعف واللحظة دي ظهرت قدامه جيمي أنك اللي كانت بتراقب الدكتور
الدكتور والوحش، جيمي أنك بصت للولد الصغير ببرود وقالت له خد نفس واهدى، دي مجرد البداية، وكأنها بتأكد له إن اللي شافه ده تسخين للي جاي. وفي مشهد مهيب بنرجع لسامسون والدكتور عند برج الجماجم، المكان ريحته موت والعظم متبيض من الشمس. الدكتور إيان قرر يصالح سامسون بالحقيقة المرعبة، قال له يا سامسون المادة اللي بديها لك دي فيها مورفين، والمخزون اللي معايا ما يقضيش أكتر من أسبوعين، أنا بقالي 28 سنة بلف في الأرض، مشيت أكتر من 120 ألف كيلو وما لقيتش نقطة واحدة زيادة. الدكتور كمل وكلامه فيه مرارة، السلام اللي بناخده من الحقن ده هينتهي، بس أنا عندي ليك عرض تاني، سلام حقيقي مش محتاج أزايز ولا سرنجات، أنا عاوز أساعدك ترتاح للأبد. الدكتور كان بيتكلم عن الموت الرحيم كأنه أعظم فعل حب ممكن يقدمه لصاحبه الوحيد، وهنا حصلت المعجزة اللي الدكتور كان بيحلم بيها. سامسون حرك شفايفه بصعوبة كأنه بيفتكر لغة البشر اللي نسيها من سنين، وطلع صوت مبحوح وقال كلمة واحدة قمر. الدكتور اتجمد مكانه ودموعه نزلت، الكلمة دي بالنسبة له كانت أغلى من كل سنين البحث، لأنها أثبتت إن سامسون لسه جواه إنسان بيفتكر السما والجمال. لكن في الناحية التانية جيمي كريستال كان بيخطط لمصيبة جديدة، جمع أتباعه وشاور على توم الشاب اللي كان مع البنت الحامل في الغابة، وشكله ناوي يخليه القربان الجديد لسيد الظلام. جيمي كريستال كمل جنونه وبدأ يطبق طقوسه على توم، وقال له ببرود أنا محتاج صوابع قوية تشيل تاج الشيطان، قدامك حل من التلاتة، تختار واحد من رجالتي وتحاربه، لو كسبت هتاخد مكانه ويبقى اسمك جيمي، لو خسرت هتاخد العمل الخيري بتاعنا، ولو رفضت برضه هتاخد العمل الخيري. وطبعا احنا عارفين ان العمل الخيري ده في قاموسهم يعني الموت. توم وافق لانه عارف انه ميت، واختار واحد اسمه جيمي ما يبرزه. جيمي كريستال رفع ايده للسماء وبدأ يصلي لابوه الشيطان، وبدأت المعركة. توم كان جسد بلا روح، ضرباته ضعيفة ومهزوزة، وجيمي ما كان بيفرتك فيه ويهينه قدام الكل. ولما جه يخلص عليه وقف وبص لجيمي كريستال بابتسامة قذرة يطلب منه الإذن انه يتسلى اكتر. في اللحظة دي ظهرت تويست غير متوقعة، البنت الحامل كانت بتراقب من بعيد، وفجأة صرخت صرخة غل ونزلت زي الوحش على جيمي ما وقتلته في لحظة. هي عارفة انها كده حكمت على نفسها بالموت، والكل بدأ يطاردها. توم رغم اصابته وجرحه زحف لحد خزان غاز، وبآخر ذرة طاقة ولع فيه وحصل انفجار هز المكان، والنار اكلت جسم كذا واحد من الجيمس. الصراخ ملا السما، وتوم نجح انه يحرق صوابع جيمي كريستال ويحولهم لضلوع محروق. بايك وجيمي أنك كانوا بره وجريوا على صوت الانفجار، لقوا اصحابهم عبارة عن شعل نار ماشية على الارض، واحد منهم وقع قدامهم. وفي عز الهيصة دي البنت الحامل قدرت تهرب. جيمي كريستال وهو بيغلي من الغضب بص للولد الصغير سبايك وامره اجري وراها. سبايك جري ورا البنت، بس المفاجأة انه ما كانش عاوز يقتلها، هو كان بيترجاها خديني معاك، انا مش عاوز افضل في المكان الملعون ده. بس البنت من رعبها افتكرته بيعمل فخ فيها، ضربته وزقته وكملت جري وهي مش شايفة قدامها. سبايك رجع لجيمي كريستال وايده فاضية، والزعيم وشه قلب الوان من الغضب وكان هيفرتك الولد، وقال له بصوت زي الرعد انا هكلم اولد نيك، هو اللي يقرر مصير الواد ده. هنا اتدخلت جيمي أنك بذكاء وخبث وقالت له احنا ما نقدرش نطلب الشيطان في اي وقت، هو اللي بيظهر بمزاجه، وانا شفته واقف جنب برج من الجماجم، بشرته حمراء وشكله عجوز، والالفا بتاع الوحوش اللي كلنا بنترعب منه كان راكع تحت رجله زي الخروف. طبعا هي كانت بتقصد الدكتور إيان وسامسون، بس وصفتهم بوصف شيطاني عشان تثير جنون الزعيم. في الوقت ده الدكتور إيان كان غرقان في ابحاثه، وفجأة اكتشف ان النهار طلع، فطلع يجري يدور على سامسون وهو قلقان. الجيمس كانوا بيراقبوا الدكتور من بعيد، وجيمي كريستال فهم اللعبة وهو عارف انه كذاب، وان اولد نيك ده خرافة هو مألفها عشان يسيطر عليهم، بس عشان يحافظ على هيبته قدام اتباعه. قال لهم بثقة مزيفة فعلا الشيطان موجود هناك. اتباعه سألوه بلهفة هنروح نقابله، رد عليهم وقال لهم لا انا لازم اقابله لوحدي الاول، محدش فيكم يتحرك من مكانه. ومشي جيمي كريستال لوحده خطوة بخطوة لحد ما وقف قدام برج الجماجم المرعب، المكان اللي السكوت فيه زي اللعن وكل عظمة فيه بتحكي عن قصة موت قديم. المواجهة دي كانت لحظة الحقيقة اللي بتعري كل الأوهام. جيمي كريستال قرب من الدكتور إيان وهو بيترعش، عينيه فيها مزيج غريب من الرعب والقداسة، وسأله بصوت مهزوز انت اولد نيك انت الشيطان؟ الدكتور بصله بهدوء وقال له لا انا مش اله ولا شيطان، انت غلطان يا ابني، انا مجرد راجل عجوز مش اكتر. وشاور له على برج الجماجم وقال له ده مش مسبح للشيطان، ده نصب تذكاري لناس ماتت ومحدش بكى عليها، مجرد طريقة غبية عشان نفتكرها. وفجر الدكتور المفاجأة اللي نسفت كل معتقدات جيمي. جلدي اللي انت شايفه لونه احمر ده مش علامة شيطانية، ده بسبب مادة اليود اللي بدهن بيها جسمي كل يوم عشان اقتل الفيروس، والعدوى دي مش جاية من جهنم، دي طلعت من معامل بشر حاولوا يلعبوا دور الاله وفشل. الدكتور فهم ان جيمي مش بس بيؤمن بالشيطان، ده عايش حياته كلها عشان الفكرة دي. جيمي في لحظة ضعف نادرة صوته اتكسر واعترف للدكتور ان عمره ما شاف ابوه الشيطان فعلا، هو بس بيسمع صوته صوت وشوشة جاي من دماغه، صوت بيأمره ويوجهه، والصوت ده في الحقيقة هو اللي بيرعبه.
مرعبة. على الناحية التانية سبايك الصغير كان قاعد مع جيمي أنج وببراءة قال لها تفتكري اولد نيك ده يطلع في الآخر مجرد راجل عجوز غلبان وحيد؟ احنا المفروض نسيبه في حاله. الكلمة دي خلت الشك يتسرب لقلب جيمي أنج، وافتكرت ان جيمي كريستال لما كان بيبص بالمنظار ما قالش ابدا انه شاف ابوه، هو قال انه حاسس بيه. والاول مرة بدأت تسأل نفسها هل كل اللي ممشينا وراه ده كان مجرد كذبة كبيرة؟ جيمي كريستال كمل حكايته الحزينة للدكتور وحكاله انه كان عايش جنب كنيسة لما الدنيا باظت والمصابين هجموا زي الموج الاسود، وقال ان والده كان ماشي وسطهم بيقودهم زي الغنم التايهة، وكان بيقول جملة واحدة عمره ما نسيها: العمل الخيري هو الوطن. ومن ساعتها ما شافهوش تاني. جيمي وطى راسه واعترف بالحقيقة المرة: اتباعي فاكرين انك اولد نيك، ولو قلت لهم انك مش هو هخسرهم، ولو خسرتهم هيقتلوني. صوت جيمي ما كانش طالع كأنه نبي او زعيم، ده كان طالع كأنه راجل محبوس في كذبة هو اللي ألفها. وبمنتهى القذارة عرض على الدكتور صفقة: يا تمثل انك الشيطان اولد نيك قدامهم يا هقتلك. وهنا سابه ومشي بابتسامته الصفرة. ورجع جيمي لرجالته وقال لهم بكرة اولد نيك هيعمل عرض ملوش مثيل، محدش يقرب منه ومحدش يلمسه، اللي هيلمسه النار هتاكله. انا بس الابن المختار اللي مسموح لي اقف جنبه. كلامه ما كانش تحذير، ده كان حكم بالاعدام على اي حد هيفكر يكتشف الحقيقة. بالليل الدكتور قعد قدام سامسون وقال له بصوت مكسور: يا سامسون، انا خفت لما جيمي هددني، حسيت بالموت قريب مني لاول مرة. مش خايف على نفسي، انا خايف عليك انت، هتفضل لوحدك ضايع ومحدش هيناديك باسمك تاني. الدكتور قرر في اللحظة دي انه يعمل المستحيل. قال له انه درس الفيروس ده من سنين، بس اكتشف ان في حاجة اضلم لسه ما كانش فاهمها. الدكتور ايان وصل لاستنتاج عبقري: الفيروس ده مش بس بيدمر الجسم، ده بيسيب جرح في العقل. هو شاف المصابين بيقتلوا اطفال ورضع من غير سبب، وده معناه انهم بيشوفوا خيالات مش موجودة، وبما انه مرض عقلي فممكن يتعالج. الدكتور بص لسامسون وقال له: انت مش مجرد وحش، انت الشخص اللي نطق كلمة قمر، وده يخليني احاول المستحيل عشانك. اداله حبوب هو اللي صنعها وطلب منه يثق فيه كصديق. في الفجر سبايك حاول يهرب، بس طلع له واحد من المصابين. الولد حارب بشراسة وقتله. وفجأة ظهر له واحد من الجيمس كان بيراقبه وقال له بغل: انت فاكر اننا نسيناك انك قطعت رجل اعز اصحابنا يوم الاختبار؟ النهارده هتدفع الثمن. ولسه هيقتل سبايك ظهرت جيمي أنك البنت الوحيدة اللي حبت سبايك وقتلت الجيمي التاني من غير تردد، وقالت لسبايك بصوت مليان وجع: انت دلوقتي صديقي الوحيد. انا شفت الناس بتموت عشان وثقت في حد او عشان فكرت تهرب لوحدها، ارجوك ما تمشيش وتسيبني، بره مفيش غير الموت. وعلى طول راحوا لجيمي كريستال وحكوا له ان جيمي أنك كانت بتدافع عن نفسها، بس الزعيم بص لهم بنظرة تلج وقال لهم: مش مهم بتقولوا ايه، اولد نيك هو اللي هيكرر الحقيقة النهارده، ومحدش بيعرف يكذب قدام. الدكتور ايان بقى زي المجنون بيلف في الغابة وينادي على سامسون، بس سامسون كان في عالم تاني خالص. كان واقف في نص النهر المتلج بيغسل جسمه وكأنه بيغسل سنين الوحشية اللي عاشها. بدأ يتحرك بتقل زي طفل لسه بيتعلم المشي من جديد، لحد ما وصل لأتوبيس قديم ومهجور وقعد جواه وسط الكراسي المكسرة. هنا حصلت المعجزة التانية، العلاج بدأ يشتغل، الذكريات بدأت تهجم عليه، اسمه القديم، صوته، ملامح حياته قبل ما يبقى مسخ. حاول يتكلم والكلمات طلعت مكسرة وصعبة، بس كانت طالعة من إنسان. لكن فجأة الهزار قلب جد. قطيع من المصابين حصروه في الأتوبيس. سامسون حاربهم بشراسة، بس المرة دي ما كانش بيحارب كوحش ألف، كان بيحارب كبني آدم بيدافع عن روح، بس للأسف عددهم كان أكبر منه بكتير. في الناحية التانية الدكتور إيان كان بيسابق الزمن، بيجهز الخلطة اللي هيخدع بيها الجيمس. هو عارف إن ليلته سودا، فقرر يستخدم سلاح الخوف ضدهم. قعد يجهز العرض الشيطاني بتاعه، شموع ومزيكا غريبة ومواد كيميائية بتعمل ألوان ودخان. هو بيآمر بحياته عشان ينقذ اللي فاضل. الليل ليل وعصابة الجيمس وصلوا لبرج الجماجم في طابور جنائزي يقوده جيمي كريستال بنفسه. وفجأة ظهر الدكتور وسط الدخان وبدأ يغني بصوت مرعب كأنه طالع من سرداب، وبدأ يلعب بالنار في الهواء بطريقة تخطف العين. ووسط ما هم مذهولين وراكعين الدكتور رش عليهم مادة مخدرة خلتهم يهلوسوا ويشوفوا خيالات عشان يتأكدوا ان اللي قدامهم ده هو فعلا اولد نيك الشيطان. الدكتور ايان كمل المسرحية للآخر، شغل اسطوانة فيها ترانيم شيطانية عشان يزود الرعب، ووقف وسط الدخان بصوت يرعش الجبال. قال لهم: انا سيد الظلام، ورجعت عشان اقول لكم ان اتباعي لازم يسمعوا كلامي بالحرف. وبذكاء شديد حب يخلص من راس الافعى، فشاور على جيمي كريستال وقال لهم: عشان ايمانكم يكمل لازم تضحوا بابن المختار، اقتلوا جيمي كريستال زي ما ضحوا بالمسيح زمان. بس جيمي كريستال ما كانش سهل، بص للدكتور وضحك ضحكة خبيثة. هو كذاب وعارف كذب اللي زيه، صرخ في اتباعه: ده مش اله، ده نصاب. وقبل ما حد يتحرك غرس سكينة في صدر الدكتور. الدنيا اتقلبت لجحيم، الجيمس اتلخبط. بس جيمي أنك البنت اخدت قرارها، قررت تنفذ وصية الدكتور الأخيرة. بدأت تصفي في عصابة الجيمس واحد ورا التاني بدم بارد، ولما وصلت لجيمي كريستال قتلته وانهت أسطورة ابن الشيطان اللي غرقهم في الدم. سبايك الصغير
وقف مذهول. جيمي أنكا قربت منه، مسكت ايده وقالت له بوشوشه اسمي الحقيقي كيلي، وسابوا جيمي كريستال متعلق عبره لكل كذاب، والدكتور مرمي بيطلع في الروح. هنا ظهر سامسون ووصل متاخر، بس وصل وهو انسان، قرب من الدكتور اللي بيموت وشكره بكلمات حقيقيه. التجربه نجحت وسامسون ما بقاش وحش. الدكتور ايان غمض عينه وهو مرتاح لانه عارف انه انقذ روح واحده من الضلمه. سامسون شال جثه الدكتور بحنان وراح خلص على جيمي كريستال اللي كان لسه بينازع عشان ينهي الشر ده للابد. بعد فتره بنشوف جيم قاعد مع سام بيساعده يذاكر لامتحان فلسفه وتاريخ، وبيتكلموا يعني ايه نفضل بشر. وفجاه سمعوا دوشه بره، بصوا لقوا سبايك وكيلي بيجروا والمصابين وراهم، ومن غير تفكير جيم وسام جريوا عشان ينقذوهم. القصه قفلت على 4 تايهين في عالم ميت بس لسه متمسكين بانسانيتهم، فقدوا كل حاجه بس ما فقدوش الرحمه اللي جواه. وهنا بيخلص فيلمنا النهارده، ويا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.